ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده حلقه جديده من الجانب المظلم. بقالنا فتره كتير ما عملناهوش، فايه ده وقت الكومباك. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه. قرب نوصل 1000 سبسكرايب، خليك عضو مميز في المجنم. الشخصيه اللي هنتكلم عنها النهارده يعني شخصيه غريبه، قصتها اغرب من الخيال بصراحه. انا بكتب السكريبت استغربت ايه القصه دي ازاي يعني. ده اكتب كومنت برايك بعد ما نخلص الفيديو. واتكلمنا قبل كده عن جانب مسلم كتير، عن بيلي ايليش وكريستيانو وناس كتيره. لو حابب تشوف حاجه بعد ما تخلص الفيديو خد لك لفه في القناه. بس عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش على الفيديو. فيديو النهارده هنتكلم عن الجانب المظلم من حياه دوجا كات. اتولدت دوجا كات واسمها الحقيقي ما تقوليش ازاي ما نطقتوش، انا بص تعويذه انا مش عارف اقرا الاسم اصلا. اتولدت في اكتوبر 1995 في لوس انجلوس في كاليفورنيا. ابوها اتولد في جنوب افريقيا وامها اتولدت في امريكا. ابوها كان ممثل مشهور في جنوب افريقيا، بس علاقته مع دوجا كات ما كانتش طبيعيه لانه سابها وهي صغيره. وقالت في لقاءات كتير ان هي ما تعرفش عنه حاجه وما كانش موجود في حياتها. الناس لما بتتكلم عن دادي ايشوز يعني بيقصدوا حاجات خفيفه، بس هي كانت عايشه من غير اب. وقالت في لقاءات كتير هي مش متاكده حتى اذا كان ابوها بيحبها ولا لا. يعني تخيل تبقى في عالم كله سبوت لايت وحياه شهره، بس عندك فجوه كبيره بسبب اقرب شخص ليك. ده بالظبط اللي حصل مع دوجا كات. يعني طفولتها ما كانتش سهله بسبب ان امها كانت بتتنقل من مكان لمكان كل شويه ومفيش استقرار. بدات دوجا حياتها الفنيه بطريقه غريبه. يعني في الاول كانت بترقص بريك دانس مع فرق شبابيه، وكانت بتحب الفن والرسم والمزيكا، وكانت بتتعلم البانيو وتعلمت البيانو والرقص بس ما كملتش فيهم. وسابت المدرسة في سن 16 سنة عشان تركز في حلمها الوحيد اللي هو المزيكا. وكمان ما كانتش بتروح استوديوهات عشان تصور، لا دي كانت بتقعد في اوضتها تطفي النور، تفتح اللاب، كان لاب قديم ساعتها، وتقعد تعمل اغاني على جراند باند. وكل اغانيها كانت بترفعها على ساوند كلاود. اغنية سو هاي بدأت تاخد شراك كتير والاغنية بدأت تتعرف، ودوجا كات بدأت تتعرف بسبب الأغنية دي. ولما شركات الإنتاج بدأوا يشوفوها اتعاقدت مع شركة روك ريكورد، وبدأ الحلم بتاعها يتحول لحقيقة. بس طبعا معروف الشهرة اللي هتيجي بسرعة هتروح بسرعة. والأغنية نجحت قوي ليها، كانت أغنية اسمها مو. الأغنية دي كانت زي تريقة كده، بتتريق على الناس السود، وكانت أغنية ميمز. كانت بتقول فيها أم أكو. الناس في الأول افتكروها بتهزر، بس بعدها بفترة الأغنية بدأت تتشهر أكتر وتبقى ترند، وساعتها بقى كله قلب ضدها. والاغنيه نجحت بس عشان الاغنيه كانت يعتبر ستايل جديد، حاجه غريبه كده الناس اول مره تشوفها. والاغنيه عشان غريبه فالناس كلها كان عندها فضول تعرف ايه الاغنيه دي. والشهره بتاعت دوجا كانت سريعه جدا لدرجه ان هي ما كانتش قادره تتعامل معاها. بس هنا بقى حياتها اتشقلبت بسبب ان الناس كتير بدات تهاجمها. حياتها ورا الكواليس كانت يعتبر كلها اضطرابات بسبب الهجوم اللي كان عمال يجيلها من الناس بسبب الاغنيه اللي هي نزلتها، وكانت بتتريق فيها على السود. وناس كتير بدأت تشك فيها بسبب التصرفات اللي كانت بتعملها، كانت تصرفات كلها غريبة. وفي سنة 2020 نزلت فضيحة لدوجا كات. اتسرب لها شات كانت بتتكلم مع ناس بعنصرية، اللي هو كانت بتتكلم مع ناس وبتتريق على ناس تانية بعنصرية. وبسبب الشات اللي اتسرب ده الناس كلها بدأت تهاجمها تاني. وناس كتير قالت ان هي بتهين الناس السود وبتتريق على بشرتها بسبب ان هي اصلا اصولها افريقية. فهي الناس استغربت ازاي واحدة أصلا أصولها كده وبتتريق على الناس اللي هم المفروض من نفس الثقافة بتاعتها. وبعدها بفترة في أغنية قديمة كانت عاملاها اسمها هندو نافن بدأت تتشهر أكتر، وناس كتير بدأت تشوفها. وده كان مصطلح من الضحايا اللي بتتعرض للعنف من الشرطة في أمريكا. الضحايا دي اللي هم كانوا الناس السود. فالناس كتير استغربت برضه بسبب الحوار ده. وناس كتير استغربت ازاي واحدة سمرة وأصولها افريقيه تعمل كده في الناس اللي هم المفروض يعني اهلها. يعني ازاي تبقى جزء من الثقافه وبعد كده تتريق عليهم؟ وازاي برضو على ما تبني جمهورها من الناس دي تروح تتريق عليهم وتديهم ظهرها كده؟ ناس كتير اتهمتها ان هي بتحاول ترضي الجمهور الابيض، بس دوجا بقى تسكت؟ لا، طلعت ردت على كل ده. طلعت لايف على الانستا وردت عليهم كلهم وقالت لهم ان هي كانت صغيره ومش عارفه اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط. طريقتها كانت مقنعه بس الناس ما اقتنعتش. قصت شعرها على اللايف على الانستجرام وقالت ان هي بتكره شكلها اللي الناس حابين. طلعت اوقات كتير من غير ميك اب وقالت انها مش بتحب شكلها. ناس كتير بداوا يتكلموا عنها ويقولوا ان هي ممكن تكون اتعرضت لاضطرابات نفسيه بسبب الهجوم اللي كان عمال يجي عليها من فتره. وحتى دوجا دخلت في صراعات كتيره مع الفانز بتوعها، زي مثلا في 2023 كتبت بوست على تويتر قالت للناس انا مش بحبكم. والناس كتير يعني خسرت ملايين من الفولورز ساعتها بسبب الكلمه دي. لكن الغريب اكتر ان اي انتقاد كان بيجي لها كانت بترد عليه باللي هو حد بينتقدها بقت بتنتقده برضه. يعني زي اللي هو ايه،
هجوم. هوب في ألبومها الأخير بقى بدأت تظهر طريقة غريبة، طريقة كلها سود. يعني انت هتقولي ازاي؟ اقولك معرفش. يعني الألبوم بتاعها كان الصورة فيها اسود، الصورة كانت كلها مرعبة أصلا. يعني واللبس والميك اب، يعني كل كليباتها كانت بتدل على ان هي دخلت في مرحله مظلمه. ناس كتير قالت ان هي ممكن تكون دخلت في طقوس غريبه او بتستخدم الرموز الغريبه في كليباتها عشان ايه؟ اللي هو تبني ستايل ليها ان هي فن وكده يعني. لكن برضو محدش عرف لحد دلوقتي هي غريبة ولا مجنونة ولا أعمالها كلها بتعملها كده كستايل للأغاني ولا في إيه بالظبط. محدش عرف برضو، ولا هي عبقرية وعرفت تعمل كده بس عشان تطلع ترند والناس كلها تعرفها. يعني دوجا كانت مش مجرد مغنية عادية، يعني حياتها كان فيها اضطرابات كتير، من واحدة عادية لطفلة لوحدها كانت عايشة لوحدها بسبب إن أهلها وما كل شويه تتنقل من حته لحته، وابوها ما سالش عليها خالص ولا كان يعرفها اصلا، مسوى وهي صغيره، وسابت المدرسه من سن 16 سنه. يعني ما كانش ليها حاجه اصلا في الدنيا غير نفسها، وهي اصلا كانت بتحب عالم الشهره ده من زمان، فعشان كده قررت تدخل في عالم الاغاني ونجحت بسرعه، عشان كده نزلت بسرعه. وكانت كل شويه تطلع تتخانق مع الناس بسبب الناس اللي مش عايزه تفهمها، والناس اللي بتقعد تنتقدها كتير كانت كل شويه تتخانق معاهم. يعني الناس كلها بتحب مثلا تتشهر بسرعه وتتعرف وتبقى مشهوره، بس دوجا كانت غير كل ده خالص. يعني هي حتى يا ريتها اتشهرت بسرعه، لا دي انفجرت مره واحده، وفي كليب يعني كانت بتتريق فيه على الناس، فده اللي خلاهم ينتقدوها اكتر. وقالت قبل كده ان هي حتى ما كانتش جاهزه للنجاح ده كله، ما كانتش مستعده لان هي ما كانتش عامله حسابها اصلا ان هي ممكن تنجح بالسرعه دي. وحتى كل الفانزات اللي عندها بداوا يخافوا منها بسبب ان هي كل شويه تقعد تقلب مزاجها كده، شويه تمسح كل البوستات اللي على الانستجرام، وشويه ترجع بوستات، وشويه تعمل مش عارف ايه، وشويه تقعد تكتب كلام غريب بس انا اصلا مجنونه. طب والله مجنونه. وبس. يعني في النهايه في ميزه ضرب، الشهره فجاه ممكن ترفعك فوق وممكن توقعك زي ما حصل معاها. يعني الموضوع كله من القصص اللي انا بحكيها دي ان انت تتعلم منها لو عايز تتشهر او تدخل في المجال ده اصلا، تتعلم من الناس دي، تشوف ايه الغلط اللي عملوه وما تعملوش انت، عشان ايه؟ تبقى داخل فاهم كل حاجه بالظبط. بس بكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت برايك واعمل لايك، ده اهم حاجه اصلا في الموضوع كله. وبس ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، عملنا مغامرات، عملنا تحديات، تجارب، قصص، كل حاجه نفسك فيها. خش انت بس وخد لك لفه كده، خليك عضو مميز في عيله الماجنمز، وهسيب لكم لينك قناه الواتس تحت مستنيكم هناك. بس انت لو مش عامل لي فولو على التيك توك والانستجرام اليوزر بتاعهم تحت، خش كده روق الدنيا. بس يعني قولوا تحت عايزين نتكلم عن مين مثلا الفيديو الجاي.